السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الأخبار الحلوة، يا مساء الأخبار الحلوة. أخبارنا إن شاء الله كلها سعادة وسرور وازدهار، ويكون الاتحاد كرة القدم والرياضة السورية وكرة القدم السورية دوما في تطوير وصعود تصاعدي. بدها تقول لي يا أبو محمد ليش أنت متفائل؟ إيش صاير؟ حتى رئيس اتحاد كرة القدم السوري مع رئيس اتحاد كرة القدم الدولي الفيفا ايش عم بيسوي؟ عم بيحاولوا انه ياخذوا دعم، ياخذوا فك الحظر. يعني على فك الحظر اوكي بده خطوات كثيرة وبده شغل وبده بناء تحتية. يعني اقل شيء اذا بدك مثال، راح اعطيك مثال. اذا بده يكون حظر بده يكون عندك امان، بده يكون عندك بنى تحتية 4 5 ملاعب جاهزة للاستضافة، لا يرضى منتخب يجي لعندك. يعني في بدها شغل وبدها تعب، وإن شاء الله اتحاد كرة القدم السوري ما بيقصر على البلد، وبيكون بهمته وبهمة الطيبين نرفع رياضة البلد سوريا إلى الأمام. هلا بدها تقول لي ايش الاخبار الكويسه كمان يا ابو محمد؟ بدي اقول لك المنتخب السوري راح يلاقي المنتخب البيلاروسي بالشهر 6، راح يلعبوا مع بعض. طيب يا ابو، المنتخب البيلاروسي وين قارته؟ ايش بيلعب؟ ايش ترتيبه؟ شلون اللعيبه تبعته؟ عندي، لا تاكل هم. انا راح اجيب لك المختصر المفيد من الالف الى الياء. انت ما عليك شيء غير تضغط لي زر اللايك والاشتراك. اللايك والاشتراك بس، ما اكتر. اشتركت لي ولا لسه؟ بدي احكي. اشتركت؟ اوكي اوكي تمام. المنتخب البيلاروسي يا اخي الكريم من اوروبا، قارة اوروبا. هو على الحدود مع الدولة الروسية ودولة بولندا. يعني هو بين روسيا وبولندا الدولة البيلاروسية. تمام. المنتخب البيلاروسي بيلعب بطريقة دفاعية غريبة عجيبة. دفاع، وبيعتمد على الهجمات المرتدة. يعني عنده مثلا بيلعب ب 4-5-1 3-5-2. ليش؟ كرمال يمتلك الدفاع وخط الوسط. الدفاع وخط الوسط، لاحظ، الدفاع وخط الوسط. تكتل عجيب، تكتل غريب. وبيعتمد على الهجمات المرتدة السريعة والخاطفة. الهجمات المرتدة السريعة والخاطفة، 1 2 3 خلصت. عنده لاعبين سريعين. وعنده مهاجمين بيستغلوا المساحات ومن بيجيبوا لك جول من مثل ما بيقولوا من خرم الأبرة. عندهم اللاعبين البيلاروسيين عندهم القوة البنيانية الجسدية قوية جدا. القوة الجسدية، وهن بيميلوا اكثر شيء على الضربات الثابته الركنيه، الضربات الحره المباشره، الضربات الثابته بيميلوا اكثر شيء عليها. بالنسبه لخطه الدفاع انا قلت لك 4-5-1 او 3 او 5-3-2-3-5. المهم انه يكونوا ضمن ملعبهم يكون في تكتل دفاعي. هن بقاره مثل ما قلنا اوروبا، تصنيفهم 97 عالميا، 97 عالميا. أعلى تصنيف تاريخي وصل له المنتخب البيلاروسي عام 2011 تصنيف 36. أدنى تصنيف وصل له بال 142 سنة 1994. المنتخب البيلاروسي تواجد بكأس العالم يعني راح يلعب بكأس العالم عام 2026 بالمجموعة الثالثة اللي بتضم هو البيلاروسي، المنتخب البيلاروسي، اسكتلندا، الدنمارك، اليونان. هدول المجموعة الثالثة هي عم تلعب بالدوري بكأس العالم الجاي يلي راح تقام بالمكسيك وامريكا وكندا. تمام. عرفنا الترتيبات، عرفنا التفاصيل، عرفنا كل شيء. انا بتمنى منك انه تكون ضغطت لي لايك وبس، لا اكثر ولا اقل. اعطيتك ترتيبه، اعطيتك القوة الدفاعية والقوة الهجومية والمرتدات، وقلت لك
يعني قلت لك بيلعب بكأس العالم هلا الجديد 2026، ايش ضل بدك يا اخي الكريم؟ ما ضل بدك شيء. ما عليك، هلا انت غير تضغط لي زر اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.